بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله رب العالمين النهاردة هنتكلم في فيديو جديد بعنوان إزاي أبدأ أذاكر برمجة صح. هكلمك على مجموعة من الخطوات ومجموعة من النصائح وهعرفك على طريقتي في مذاكرة أي كورس برمجي من الصفر. رقم واحد، اسأل نفسك أنت عاوز تتعلم الكورس ده ليه؟ مجرد إن أنا أحطه في السي في بس، ولا أنا عايز أتعلمه فعلا علشان وقت ما نحتاجه أقدر إن أنا أشتغل بيه وأرجع له. في ناس بتروح تتعلم لمجرد إن هي بتحط المهارات دي في السي في بدون ما تطبق، وهنا المحصلة بتاعتهم صفر، لأن حتة إن أنت ما اتعلمتش بالتالي وما طبقتش فيعتبر أنت ما اتعلمتش أي حاجة من الصفر. فدي نصيحة، حدد الهدف اللي انت عايز تدخل منه للكورس ده. رقم اتنين، ذاكر من مصدر واحد فقط وابعد عن التشتيت. في ناس بتروح تذاكر كورس من اليوتيوب مثلا وتروح تدور على مجموعة من المقالات وتروح تذاكر من الدوكيومنتيشن بتاع اللغة، وده بيسبب تشتت. كثرة التشتت أو كثرة المصادر أحيانا هتزعلك وهتخليك مشتت باستمرار. طيب نعمل إيه؟ مبدئيا حدد هدف واحد وحدد مصدر واحد وانتهي من المصدر ده في مذاكرة الكورس ده للنهاية. وبعد ما تذاكر وتخلص الكورس بعدها ابقى شوف مصادر تانية لو فيها أي معلومات جديدة. رقم اتنين، كل فيديو هتشوفه طبق عليه بإيدك، طبق باستمرار. وكل فيديو هيقف فيه أو هتلاقي فيه مشكلة أنت مش فاهمها، وقف وارجع عيد الفيديو مرة واتنين وتلاتة. أنا عن نفسي لما باجي أذاكر وفي نقطة تظهر قدامي في الفيديو، تمام، بوقف وببدأ أسأل جوجل. وحاليا احنا في عصر شات جي بي تي، بمجرد ما تيجي تقول له ايه المقصود بالنقطة دي هيبدأ هو يشرحها لك ويقول لك ايه المقصود بيها. فبالتالي ما تسيبش اي نقطة انت مش فاهمها وتخش على الفيديو اللي بعد كده، لان الفيديوهات اللي بعد كده ممكن تكون مترتبة على النقطة اللي انت سبتها، وبالتالي هتضيع وقت وهتضطر ان انت ترجع لها من تاني. رقم ثلاثة او رقم اربعة، عندك ورقة وقلم. ايه هما الورقة والقلم دول؟ الورقة والقلم دول انا هسجل فيهم اهم الملاحظات اللي انا اتعلمتها في الفيديو ده، وهتكون هي المرجع بتاعي. طب ده ليه؟ لان الورقة والقلم دول هيساعدوك ان انت تركز قوي في الشرح بتاع الشخص اللي قدامك او الماتيريال اللي قدامك، وهتبقى هي ماتيريال ومرجع ليك ترجع له لو انت نسيت المعلومة او لو حبيت ان انت تراجع على المعلومة دي. وكمان علشان العقل البشري الحاجة اللي انت بتكتبها بايدك بيحفظها بشكل أسرع من إن أنت تحفظها أو تتلقنها بالشكل ده. بعد كده كل فيديو أنت هتاخده، شوف الفيديوهات. أنت طلعت النهاردة ذاكرت 5 فيديوهات وسجلت في ورقة وقلم أهم المعلومات اللي في ال5 فيديوهات. أبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أطبق على ال5 فيديوهات نفس الكود ونفس كل حاجة أنا فهمتها من الكورس أو من الدوكيومنتيشن أو من المصدر اللي أنا بذاكر منه. لأن العقل عمره ما هينسى أي حاجة أنت طبقتها بإيدك أو كتبتها بإيدك بشكل عام. احتفظ بالأكواد وبالمشاريع اللي أنت كتبتها، وبلاش تحذف الأكواد بتاعتك حتى لو كانت أكواد صغيرة، لأن أنت ممكن ترجع لها بعد كده وبرضه ممكن تستخدمها كمرجع ليك إن أنت ترجع تفتكر لو أنت نسيت. فبدل ما ترجع تسمع الفيديو والفيديو يكون 10 دقايق وتدور على المعلومة وتجري وترجع وتفتكر وهكذا، عندك دلوقتي مصدرين: الكود اللي حضرتك كتبته والنوتس اللي موجودة معاك. مبدئيا انا من 2015 معايا مجموعه من الماتيريال الورق، كل حاجه انا بستخدمها حتى لحد النهارده. انا لما بحفظ فيديو، انا لما بشوف فيديو جديد وعاوز احفظ المعلومه بعد ما افهمها واكد عليها، انا بمسك ورقه وقلم. ما بعرفش اتلقن المعلومه من مصدر حتى لو فيديو او ماتيريال دوكيومنتيشن اي حاجه، فبمسك ورقه وقلم. الورقه والقلم دلوقتي بحس ان هي ماده علميه اكاديميه بذاكرها ومحتاج انجح فيها. فلو انا ضاعت مني اي حاجه هرجع للورق ده بمجرد ما افتحه واقرا المعلومه رجعت. ثانيا الورق ووجوده هيوفر عليا وقت ان انا ارجع للفيديو تاني وتالت ورابع. بعد كده لما يظهر عندك اي مشكله في الشغل بتاعك او في التطبيق عموما، ما تستعجلش على الحل. اسال نفسك ايه اللي موجود قدامك علشان تبدا تحل بيه. اعتبر نفسك كده موجود في لجنه امتحان في ثانويه عامه، ومفيش غش نهائي ومفيش اي وسيله ان انت تنقل الاجابه من اي حد ولا تسال اي حد. هتعمل ايه؟ في نوعين من الناس: في حد ممكن يسيب الاجابه فاضيه او يكتب اي حاجه ملهاش علاقه بالسؤال، وفي حد ممكن يحط اجابه، تمام، قريبه من السؤال.
علشان حتى يرضي ضميره ويقول مثلا انا كتبت وممكن حتى اخد نص الدرجة. هل الكلام ده صحيح؟ انت هنا في البرمجة نفس الكلام، لما يظهر عندك اي بج قدامك حاول دايما ان انت تسأل نفسك احلها ازاي، لان خد بالك ما بني على شيء هيفضل ثابت زي ما هو. فسواء انت بنيت على باطل فمش هتتعلم، لو بنيت على حق وعلى صح هتتعلم. بمعنى انت اي مكان في الدنيا لما تشتغل فيه خد بالك ان نسبة ان انت تعرف كل حاجة ضئيلة جدا. مفيش اي حد في الدنيا هيبقى عارف كل حاجة، فبالتالي هيقابلك مشاكل كتير في الشغل، هيقابلك باجز كتير وانت شغال. طب هنا هروح اسأل حد ولا ابدأ انا افكر؟ طب ازاي اصلا اكون جونيور واترقى وابقى ميد ليفل او سينيور؟ ايه اللي بيفرق اصلا الجونيور عن السينيور غير المشاكل وطريقة التفكير، وليس ان انا شخص سريع في كتابة الكود او بنفذ الكود ده مرة واحدة. الفكرة كلها ان انت لازم تتعلم صح علشان لما يقابلك مشكلة افكر فيها صح. وخد بالك انا في 2015 كنت عامل زيك كده، كنت دايما بستعجل، عندي مشكلة دلوقتي في البروجكت ده او في الميني بروجكت ده كنت اروح اسأل مباشرة، وده كان غلط. لحد ما في حد نصحني وقال لي دايما بنفس الاسلوب كده، قال لي الاجانب دايما وهم بيتعلموا بيدوا لنفسهم فرصة يفكروا فيها مدتها 72 ساعة. 72 ساعة انت لو اقنعت نفسك ان هم دول المدة الكافية علشان ادور واشوف ايه المشكلة اللي انا هنا عاملها، هتعلم صح وهطبق صح. فبالتالي بعد ال 72 ساعة لو انت ما وصلتش لحل بعدها متاح ليك ان انت تبقى تسأل ومعاك حجتك. فانا من يومها ما كنتش بسأل اي حد اطلاقا. دلوقتي احنا معانا شات جي بي تي، اي حاجة واقفة قدامك روح اسأل، اي حاجة انت مش فاهمها روح اسأل. عندك جوجل محرك بحث كبير جدا، عندك مصادر. الكوميونتي بتاعت المبرمجين بقت كبيره دلوقتي، من 10 سنين ما كانش فيه الكلام ده. النهارده في ناس كتير جدا كمحتوى عربي محترم جدا سواء على اليوتيوب او مدفوع او منصات معينه، وعندك منصات كتير جدا تقدر تتعلم من عليها، عندك حاجات مدفوعه تقدر تتعلم من عليها، فمالكش حجه اطلاقا. ثانيا اللي هيساعدك ان انت تطلع من شخص جونيور لشخص ميد ليفل او سينيور مش سرعة الكود ولا ان انت بتنفذ الكود ده في يوم وهو هينفذه في يومين او ثلاثة. كل الكلام ده مش علمي. انت هنا مهمتك ان انت شخص بمجرد ما بتتعلم صح وعندك المفهوم البرمجي صح، فبالتالي هتذاكر صح وهتطبق صح. فلما يظهر قدامك اي مشكلة فانت عندك المفهوم البرمجي اللي تستخدمه ازاي اقدر احل المشكلة دي. لو انت عرفت حل للمشكلة او بتعرف تدور او بتعرف تسيرش، اي مشكلة بعد كده هتقابلك هتروح تحلها، فبالتالي مستواك هيعلى. فده اللي بيبقى فارق عن السينيور والجونيور. طيب بعد كده حاول دايما ان انت تبدأ تتعلم المفهوم الاساسي قبل ما تتنقل على اي فريم ورك خاص باللغة. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بذاكر فرونت اند وهتعلم رياكت، ما ادخلش على رياكت وانا واقع في الجافا سكريبت. ابدا الاول اتعلم المفهوم البرمجي بتاع اللغه نفسها، سواء اساسيات فانكشن لوبس ايفنتس كل الكلام ده جافا سكريبت دوم، وبعد كده اعرف اساسياتها وبعدين اتنقل للخطوه اللي بعد كده. لان انا لو اتنقلت للخطوه ان انا استعجلت وان انا هذاكر رياكت مثلا وانا واقع في حاجات كتير في اساسيات اللغه، بالتالي مش هتعلم صح. بالتالي هيظهر عندي شويه حاجات، او لو انا بشتغل في تيم وزميلي بيكتب كود وانا حاولت ان انا شغال معاه في نفس الكود، ممكن ما اكونش فاهم، ممكن ما اكونش عارف هو بيعمل ايه، مع ان الكلام ده موجود في اللغة. فيبقى انت هنا هتبان ان انت شخص يعني اقل منه كتير قوي ومستواك ضعيف في اللغة. بعد كده حاول دايما ان انت تذاكر وانت ريلاكس، مفيش حد بيجري وراك، ذاكر واعمل اللي عليك واشتغل تمام بهدوء خالص. حاول ان انت تطبق كل كبيرة وكل صغيرة، بلاش ان انت تقارن نفسك. كورس هياخد شهر تمام زميلك خلصه في شهر وانت خلصته في شهرين تقارن نفسك بيه، مفيش الكلام ده. انا في كورسات بتبقى مدتها شهر ممكن تقعد مني 3 شهور، بس انا متأكد ان في خلال ال3 شهور انا هطلع بنسبة 100% فاهم الكلام ده. طب ده ليه؟ علشان لما يحصل ابديتس في اللغة دي انا اقدر اعمل ابديتس للداتا اللي عندي واقدر اعلي مستوايا باستمرار. لان انا مش هرجع اقول لحد تعالى اشرح لي النقط اللي هي الابديتس، لان انا كده كده كنت واقع فيها في البدايه. لكن انا لو اتعلمت صح هقدر ان انا ابديت نفسي وابديت الداتا بتاعتي بشكل كبير جدا. فمش حابب اطول عليكم اكتر من كده. حاول دايما ان انت تكتب نوتس، تذاكر واحده واحده، كل فيديو طبق عليه مجموعه من الفيديوهات، طبق عليهم ميني بروجكت، راجع، اعمل لنفسك كل اسبوع حصه مراجعه تراجع فيهم كل اللي انت اتعلمته في الاسبوع ده، بحيث ان العقل يفضل شغال وفاكر المعلومات ما تركنهاش. في ناس كتير بتحاول ان هي تذاكر الكورس مره واحده
وعايز يطبق بعدها اللي هو بعد شهر، فانت طبيعي بتنسى، طبيعي بتنسى. فازاي انت عايز تقنعني ان انت بعد شهر هتفتكر اول فيديو اخدته؟ فطبق اول باول علشان ما تنساش، راجع، اكتب نوتس، راجع كل فتره. انا براجع عن نفسي كل اسبوع على اي كورس جديد بحيث ان انا افضل متذكر. فلو عندك اي سؤال سيبهولي وحطولي في كومنت وانا هرد عليك ان شاء الله رب العالمين، واشوفكم في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. والسلام عليكم.